وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة التي ثبت الله بها قلبه ووقاه صلى الله وسلم عليه. ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية، وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولى صلى الله وسلم عليه. ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقى صلى الله وسلم عليه. وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر، فجهر بدعاء الخلق إلى الله صلى الله وسلم عليه. ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية، فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذى صلى الله وسلم عليه. واشتد البلاء على المسلمين فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية، وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحامى صلى الله وسلم عليه. وفرض عليه قيام بعض من الساعات الليلية، ثم نسخ بقوله تعالى فرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة صلى الله وسلم عليه. وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسرى صلى الله وسلم عليه. ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة، وعظمت بموته الرزية، وتلت خديجة بعد 3 أيام، وشد البلاء على المسلمين عرا صلى الله وسلم عليه. وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية، وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قرا صلى الله وسلم عليه. وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية، ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلا صلى الله وسلم عليه. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا، فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية، فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى. اللهم